بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في العين، قال في حديث: أكثر أمتي يموتون من العين، يعني أكثر الناس من الأمة ديالو كيموتوا بسبب العين. إذن العين حق كما ورد في الحديث، والعين حق، يعني العين كتصيب الإنسان. ولكن كيفاش كتصيب؟ كاين الناس اللي كيظنوا أنه مجرد ما يشوفك هذاك الإنسان صافي غادي يصيبك بالعين. لا، العين كتصيب ملي كيكون الانسان فيه الحسد في قلبه وكيهضر، يعني كيخرج هذيك الكلمه كيهضر بها. مثلا الانسان حاسدك، شنو هو حاسدك؟ يعني معنى حقيقه حاسدك داك الانسان، يعني باغي ديك النعمه اللي عندك تحيد من عندك وتجي لعنده هو. عندك انت مثلا مال، عندك جمال، عندك فلوس، عندك اي حاجه، عندك طوموبيله، عندك اي حاجه بغاها تحيد من عندك وتجي لعنده هو ويهضر. اما الانسان اللي كان فيه حسد مثلا، هو ما حاملكش يكون عندك داك الفلوس مثلا ولا داك الجمال ولا داك الشيء، ما باغيش، باغي يكون يخرج من عندك ويجي عنده هو، ما يبقاش عندك ويجي عنده هو. ولكن ما هضرش، ما تكلمش، هذا العين ما تصيبش. امتى العين تصيب؟ الا هو حاسدك باغي النعمه اللي عندك تخرج من عندك وتجي عنده هو، وهضر بداك الشيء، قال فلان شحال عنده ديال الفلوس، فلان شحال عنده كذا وكذا الى غير ذلك، هكا عاد كتصيب العين. اما الانسان اللي كان في قلبه شي حاجه ولكن هو ما هضرش بها، ما تصيبش العين، ما تصيبش. اذا هنا كتصيب العين. بالنسبه الاسباب باش الانسان يتوقع العين، مثلا انت خايف تكون في قلبك شي حسد على ذاك الانسان، خايف يكون في قلبك الحسد، يعني شاك انه ممكن يكون فيك الحسد وانت بغيتي ما تصابش بالعين. اذا اش كتقول تبارك الله. من الاحسن ما يقولش انسان تبارك الله، من الأحسن يقول الإنسان تبارك الله، كيف ما جاء يعني في الصحيح، كما جاء في الأخبار، يقول الإنسان تبارك الله كما في اللغة العربية الفصحى، أو لا يقول ما شاء الله، ما شاء الله. هذه أشياء كتدفع العين على ذاك الانسان. ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد، كما كيقولوا بعض الناس كيقول لك ضربات العين، هذا شي عين ما صلاتش على رسول الله. يعني لو ان هذاك الانسان قال شحال عندك ديال الفلوس، اللهم صل على سيدنا محمد، اذا هذا كيدفع عليك العين. ولو كنت تكون تجي قلبو شي حاجه كيدفع عليك العين وتقول ما شاء الله. كذلك الانسان هو نفسه كيفاش يتوقع هو العين، يعني خايف من الانسان يضربه بالعين. فاذا اش كيقول؟ يعني اش كيدير؟ يتحصن في الصباح، يتحسن، وفي العشية يتحسن. يعني مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني من كل عين تصيب الإنسان بالأذى. إذا هكا يتحسن الإنسان على الأقل بهذا الدعاء. أما لدى الإنسان مثلا سورة الإخلاص 3 مرات، وسورة الفلق 3 الناس 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، هذا وقاية أكبر. ولكن القراءة تكون صحيحة، القراءة تكون صحيحة. قل أعوذ، مش قل أعوذ ولا قل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هكا القراءة تكون لما تكون قراءة صحيحة تكون معها البركة. أما لك القراءة ما صحيحاش فما كتعطيش المفعول ديالها. إذن ولا الدعاء اللي قلت، كيفاش الانسان يقدر يتشفى من العين؟ مثلا مصيبه العين، بزاف الناس كيبخروا بالحرمال، كيبخروا باشياء، هذا يعني ممكن يجوز وماشي عيب، وهذا كيدفع العين وكيحيد حتى السحر. اما بالنسبه للادعيه، مثلا هذاك الانسان يقرا اما على الماء، اما يكتب في ورقه، يكتبها مثلا بالزعفران، يكتب في ورقه ويمحيه بالماء ويشرب هذاك الماء على 3 مرات، كل مره يقول بسم الله الرحمن الرحيم. اذا اشنو الآيات؟ يقرأ 3 مرات الفاتحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والقراءة كما قلت تكون صحيحة. لابد الإنسان يتعلم القراءة كما كيسمع المقرئين كيقراو، هو نفسه يقرأ. أنا كاين اللي كيقرأ ولكن قرايته ما دير والو. إذا 3 مرات الفاتحة، و3 مرات الفلق، قل أعوذ برب الفلق، و3 سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. 3 مرات يقراهم، إما كما قلت يقراهم على الماء أو لا يكتبهم ثم يمحيهم في الماء ويشرب هذاك الماء على 3 مرات، أو ثم يقول من بعد هذه القراءات: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات
عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. هذا الدعاء يدير من بعد، ثم من بعد يزيد اللهم بسر هذه السور الكريمة وبسر هذا الدعاء الشريف عافني مما أشكو منه من العين ومن السحر ومن الجن. هذا على نفسه. أما لكن شي واحد آخر واللي مصاب بها وبغى يكتب ليه مثلا ولده ولا شي حاجة، إنسان ما يكتبش الناس لأنه يقدر يتعدى، لكن ولده مثلا ولا مراته اللي مريضة إلى غير ذلك يكتبوا، ثم يقول اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي ابني فلان محمد مثلا من أنفس الجن وأعين الإنس. هكا يقول الإنسان. ثم كيفاش هذيك العين كتصيب؟ يعني كيفاش هذاك الإنسان هو شاف فيك بعينه وهدر تكلم على الحسد في القلب وصابتك العين. إذا قالوا العلماء أنه الشيطان كافر كيسمع هذاك الكلام وكيمشي يدي هذاك الإنسان الإنسان. الشيطان هذاك الكافر كيدخل في جسم الإنسان وكيأذيه، كما الناس كيديروا السحر. حتى السحر هكا كيكون السحر لما الإنسان كيسحر ليك ماشي هذاك السحر هذاك الغبرة ولا هذاك الدخان كيمشي ليك، لا، شياطين كيخدموهم السحرة هما اللي كيمشيو يأذيو ذاك الإنسان. إن شاء الله موضوع آخر غادي نتكلم إن شاء الله تعالى على الحسد، كيفاش كيصيب، كيفاش يداوى الإنسان منه، شنو هما الناس الأشياء اللي ذكروا العلماء كيداوى بها الإنسان، وشنو هما الطباخير مثلا، الطباخير البخور اللي كيدير الإنسان باش يداوى من هذاك السحر ومن هذاك العين. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أنه قرأ على أناس مصابين بالعين باش يتحيد منهم العين. والبخور قالوا العلماء أنه ماشي شي حاجة اللي حرام، بل هي من الأسباب، لأن الله تعالى هو الشافي. كما أنت كتشرب هذاك الدواء وكتشافى، الله جعل فيه سبب، ماشي هذاك الشفاء، هذاك الدواء هو اللي كيخلق الشفاء. فكذلك آيات القرآن هي سبب باش يشفيك الله تبارك وتعالى. وكيف أن إنسان كيقرأ عليك كذلك هذاك الإنسان هو وسيلة وسبب كيشفيك الله به. أما الله تبارك وتعالى هو الشافي، لو شاء الله يشفيك من غير سبب، ولكن الله تعالى أمرنا باش نديروا الأسباب باش يشفينا الله تبارك وتعالى من الأمراض. والله تعالى أعلم وأحكم.